رجل رموه في النار وخرج لهم زي سيدنا إبراهيم. مين هو وإيه اللي حصل؟ تابع الفيديو للآخر عشان تعرف القصة. هو سيد التابعين وزاهد العصر من أمة محمد، أبو مسلم الخولاني، واسمه عبد الله بن ثوب، وجه من اليمن وأسلم أيام النبي. كان في اليمن قبيلة اسمها مدحج، وكانت من القبائل الكبيرة والمسيطرة في اليمن. أبو مسلم لما كان يروح المسجد يكبر على الباب فتكبر مراته، ولما يرجع يكبر فتكبر مراته، ولما يدخل بيته يكبر فتكبر برضه. وقف على باب بيته في مرة فكبر، محدش رد عليه. لما دخل بيته نفس الكلام، فلقى مراته قاعدة فقال لها مالك؟ قالت له انت ليك منزلة من معاوية وملناش خدم، فلو سألته أعطاك. فقال اللهم من أفسد امرأتي فاعمي بصرها. وكان جالها امرأة قبل كده وقالت لها زوجك له منزلة من معاوية، فلو قلتيله يسأل معاوية انه يخدمه ويعطيه عشته. والمرأة دي وهي قاعدة في بيتها فقدت بصرها، فقالت لهم ما لسراجكم منطفئ؟ يعني ليه النور عندكم مطفي؟ قالوا لها لا، فعرفت ذنبها. فراحت لأبو مسلم وهي بتبكي، سألته انه يدعي ربنا انه يرجع لها بصرها، فرحمها أبو مسلم فدعا ربنا ورد لها بصرها. وكان في رجل اسمه الأسود العنسي، فكان مش إنسان عادي، كان ساحر كبير. فكان للراجل ده مارد بيمشي معاه، وكان اسم المارد الملك. كان دايما لابس قناع وما كانش بيحب يبين وشه. فكان العنسي ده بيشرب الخمر وما كانش بيحب الإسلام والفرس، وكان كاره ان الاسلام دخل اليمن. قبل وفاة النبي خرج مدعين للنبوة كتير. القبائل بعد ما شافت نجاح النبي بقى الموضوع زي الموضة، اي حد يدعي النبوة تبدأ القبيلة بتاعته تعظم فيه. وده اللي حصل مع الأسود العنسي، وامتد حكم الراجل ده وزاد أتباعه بشكل مخيف جدا. والصحابة كانوا مستمرين ينشروا الإسلام في اليمن لحد ما جات لهم رسالة من الأسود العنسي: أيها المتوردون علينا، أمسكوا علينا ما أخذتم من أرضنا، وامسكوا ما جمعتم، فنحن أولى بها وأنتم على ما أنتم عليه. الرسالة دي زادت الضغط على الصحابة لدرجة إنهم ما قدروش يقعدوا في اليمن. حصل لهم أذية قوية، فضلوا وراهم لحد ما طردوهم منها. وامتد حكم العنسي لحد ما وصل من صنعاء لنجران. وكان من بعض القبائل لسه على الإسلام وما دخلوش في دين العنسي. دينه كان عبارة عن إنك كل ما تشرب خمر زيادة تدخل الجنة. ومن ضمن القبائل دي وكانت بتحاربه كمان قبيلة خولان، وكانت قبيلة كبيرة برضه. فكان فيها أبو مسلم اجتمع على حبه الكل، مسلم وكافر، وكان من العباد الأقوياء لدرجة إن في رجلين شافوه بيصلي فوق ال 300 ركعة، كانوا مستنيينه خلص 300 ركعة في تسليمة واحدة. فوصل خبره للعنسي، فأرسل ناس من حاشيته قال لهم هاتوا لي الراجل ده بس ما تقتلوهوش، أنا عاوز أتكلم معاه يمكن أقنعه إن رسول من الله فأتباعه يتبعوني فأكسب الجميع. فجروه بالقوة الكرسي العنسي، فبصله باستهزاء وقال له أنت أبو مسلم؟ قال له أيوة أنا. قال له سمعت أنكم بتشهدوا أن محمد رسول الله؟ قال له أيوة. قال له العنسي أتشهد أني رسول من الله؟ فبص له أبو مسلم باستهزاء وقال له ما سمعتكش، عيد اللي أنت قلته، وداني فيها صمم. فبص العنسي لحشيته بيستهزأ بيا ده ولا إيه؟ قال له هل تؤمن أن محمد رسول الله؟ قال له أيوة أشهد أن محمد رسول الله. قال له أتشهد أني أنا الأسود العنسي رسول الله ولا لأ؟ كرر نفس الكلام إنه مش سامعه، وفضل يبهدل فيه لحد ما العنسي اتعصب وقام لحشته وقال لهم جمعوا الناس النهارده، هخليه يشهد اني رسول الله. فجمعوا الناس من كل مكان. فلما شاف الاسود ان الناس اتجمعت طلب كوب من خمر وقعد عند ودن ابو مسلم وقال له لو ما امنتش باني رسول الله هتندم. فيرد ابو مسلم ويقول له وداني تعبانه، بقول لك مش سامعك، فيها صمم. فتعصب زياده وقال له هتندم. قال له ابو مسلم اعمل اللي تعمله. قال له ماشي انا هوريك. أمر حشيته إنهم يجمعوا حطب كتير جدا لدرجة إن جذع الشجرة الواحد كان بيشيله كذا واحد من كبر الخشب، وتركم الخشب فوق بعضه، وكل ده وأبو مسلم مربوط وبيشوف كل ده. فأمر العنسي بالمنجنيق، فجابوا المنجنيق الكبير، أكبر منجنيق موجود عندهم، نزل عند ودن أبو مسلم وقال له ها بتؤمن أني رسول الله؟ قال له مش قلتلك إن وداني فيها صمم؟ مش سامعك. قال له أنا هوريك الصمم دلوقتي. أمر حشيته إنهم يجمعوا أي حد مسلم، كل اللي بيحبوا أبو مسلم. فتجمعوا وشافوا الحطب والمنجنيق وشافوا أبو مسلم مربوط عند المنجنيق، ففهموا اللي هيحصل.
فأمر العنسي إنهم يولعوا النار، فولع الجنود النار، وكانت نار عظيمة لدرجة إن لو طائر في السماء كان بيقع من النار. فقال العنسي لو كان معلمكم ده على حق فخلوا ربكم من الجيل، ولو مات فمصيركم زيه. فقام الحشة وربطوه فوق المنجنيق، وكان بيسمعوا تمتمة أبو مسلم بذكر الله لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، استغفر الله طول الوقت. وفي اللحظة دي حاول بعض المسلمين انهم يهربوا، ولكن الجنود كانت بترجعهم بالقوة. فقعد العنسي عند راس ابو مسلم وقال له ها بتؤمن؟ خلاص معاك، يا تؤمن يا تحرق. قال له انا مش قلت لك ان وداني فيها صمم ومش سامعة؟ ونطق الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وخاتم الأنبياء، اعمل اللي تعمله. فقام العنسي واداهم الأمر، فاترمى بالمنجنيق في النار، والناس بيصرخوا من الموقف، وسمعوا جسمه وهو بينزل في نص النار، فبكى الناس. فقام العنسي وقال لهم انتوا شايفين اللي حصل في الراجل؟ أيوة، ده مصير كل شخص ما بيؤمنش إني رسول الله. قولولي مين هينجيه دلوقتي؟ مين هينفعه؟ نار بتحرق، أنا الأسود العنسي وأنا رسول مرسل. وفجأة جوه النار تسبيح وتهليل، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله. فالتفتوا كلهم للنار، والأصوات دي بتخرج من النار. بص الأسود العنسي وبص المسلمين كلهم، وبدأ المسلمين يكبروا ويهللوا. وفجأة يخرج من النار أبو مسلم الخولاني وهو يمشي على الجنب ويسبح ويهلل ويستغفر الله. فقام المسلمين يكبروا ويهللوا، والكل انصدم من الموقف، والحبال اللي كانت مربوطة فيه اتاكلت من النار. فمشي أبو مسلم لحد ما وصل للأسود العنسي وهو بيردد لا حول ولا قوة إلا بالله. فخاف الأسود العنسي إن الناس ترتد عن دينه وينقلبوا عليه ويدخلوا الإسلام، فلما حشيته ومشي واشترط إن اللي حصل يبقى بينه وبينهم بس، وبعت لأبو مسلم إنه مش هيعمل له حاجة، بس أهم حاجة ياخد المسلمين ويهاجر. فخرج أبو مسلم من اليمن وهاجر للرسول، بس ما وصلش إلا بعد وفاة الرسول، وساعتها كانت خلافة أبو بكر. فوصل وربط البعير ودخل المسجد يصلي، وكان عمر بن الخطاب بيصلي في المسجد. فبص للراجل الغريب، جه منين ده؟ فقام يسأله، قال له أنت منين؟ قال له من اليمن. قال له ما فعل الذي حرقه الكذاب بالنار؟ قال له ذاك عمر بن ثوب أبو مسلم الخولاني. مرضيش يقول ان هو ابو مسلم، فحس عمر بن الخطاب ان هو، فسأله وقال له اناشدك بالله أأنت هو؟ وهنا اتحشر ابو مسلم الخولاني وقال له اللهم نعم. فبص له عمر بن الخطاب وحضنه وبكى، وفضل يبكي وهو حضنه، واخده ومشي بيه لأبو بكر. فقال له هذا ابو مسلم الخولاني. فقال ابو بكر الحمد لله الذي لم يمتني حتى اراني في امة محمد ممن صنع به كما صنع بإبراهيم الخليل. فلقبوه بشبيه إبراهيم، وتعرف إنه من أولياء الله الصالحين. فبعد فترة جت جارية كان بيمتلكها أبو مسلم الخولاني، كانت بتكرهه جدا، فراحت له وقالت له أنا طول ما عشت معاك كنت بحط لك السم في الأكل، فما شفتش إنه ضرك أبدا، كل يوم أحط لك سم وما كانش بيضرك. فاستغرب أبو مسلم وقال لها ليه كنت بتحط السم في الأكل؟ قالت له كنت عاوزة رجل أصغر منك سنا، فقلت لو مت ممكن يبيعوني لرجل أصغر منك ومش زاهد في الدنيا للدرجة دي. فقال لها أنا ما كنتش آكل إلا لما أقول بسم الله خير الأسماء الذي لا يضر مع اسمه داء رب الأرض ورب السماء. ودي كانت قصة أبو مسلم الخولاني أو اللي لقبوه بشبيه إبراهيم. لو عجبك الفيديو أتمنى تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. مستني دعمكم. سلام.